يا سويسي، كام مصروف الطفل في اليوم عندك؟ هو رايح المدرسه يعني بنديله كام مصروف؟ هنا مفيش حاجه اسمها مصروف. هنا مثلا جاسمين ولسه بيصحوا الصبح امهم بتخرجهم، بتروح تجيب لهم حاجه زي نظام قرصه سكياتشا، ومعاهم عصير اللي هو تستاتيه. كل واحده فيهم واحده تستاتو وواحده عصير، وبيروحوا المدرسه. في عندهم حاجه وجبه غدا بتجيلهم في المدرسه. بتبقى تدفع انت مصاريف السنه، مثلا بتدفع الحاجه بتاعتهم، وبيجي لهم في المدرسه ياكل. انما فلوس في ايدهم ما بياخدوش فلوس في ايديهم. هم مثلا بيحتاجوه بيلاقوه. وغير كده هنا الحكومه بتدي لكل طفل، يعني انت لو عندك 3 اطفال بتاخد على الطفل 200 يورو. فاهم ازاي؟ يعني انت عندك طفلين بتاخد 400 يورو من الحكومه كل اخر شهر. دي فلوس الاطفال لحد سن 18 سنه بيدوها لك. فانت بتقوم عامله ايه بقى؟ بتقوم فاتحه لهم كل واحده فيهم دفتر تامين او حساب، وتحط هنا 100 وهنا 100، بحيث ان هم لما يكبروا يلاقوا معاهم مبلغ يسندهم ولا حاجه ليهم للزمن. فال100 التانيه بتجيب لهم مثلا اللي هم عاوزاها، بتجيب لهم لعبه، لبس، بتاع. انما مش حاجه اسمها مصروف.